أهلا ومرحبا بكم مع أخواتي في فيديو جديد. لنهار اليوم. الفيديو تاع نهار اليوم هو عجينة لي سوفلي، يعني كيفاه يجوكم بعجينة خفيفة وماهيش معجنة ويجو خفاف معاكم. تابعوا معايا الفيديو راحين تعرفوا الكيفية. نبداو على بركة الله. أولا نجيبو كاس حليب، حبة بيض، مغرفة سكر ومغرفة خميرة الخبز وخميرة الحلويات. نبداو بسم الله. يعني نحطو الكاس تاع الحليب نتاعنا ونضيفوا له تقريبا نصف، يعني شويه تحت النص تاع زيت كما راكم تشوفوا. كاس حليب وتقريبا نصف كاس تاع زيت، مغرفه سكر ومغرفه خميره الخبز، بياض بيضه والصفار راح نخلوه للتزيين تاع لي سوفلي تاعنا. درنا بياض البيضة ونخلطو كامل مليح مليح بالفوي تاعنا، يعني تخلطي مليح مليح. وبعد ما خلطنا مليح مليح نجو نضيفو الفرينة تدريجيا. نديرو الفرينة تاعنا، انا هنايا درت حوالي كاس تاع فرينة كيما راكم تشوفوا، وضفت كيس تاع خميرة الحلويات 10 غرام ونخيطو. خلط من الاحسن المبتدئات البنات انكم تخلطوا بالمغرفة كيما راكم تلاحظوا. تخلطيه غير بشويه ونبقاو نضيفو في الفرينه تاعنا تدريجيا كيما راكم تشوفوا. نضيفو الفرينه ونخلطو. يعني الحليب في البدايه ما قلت لكمش حليب يكون دافي، يعني الكاس تاع الحليب كان دافي، هذاك ماهوشي بارد من الكونجيلاتور ولا من الفريجيدان ديريكت، يعني دافي. ونضيفو الفرينة تاعنا بشوية حتى نتحصلوا على عجينة طرية، يعني ماهيش يابسة، يعني شوية تتلازق. انايا خذت لي حوالي 3 كيسان تاع فرينة، تقريبا 3 كيسان تاع فرينة. شوفوا كيفاش تجي العجينة تاعنا، وسيي انك تدلكيها شوية، واحد دقيقتين وانتي تدلكي فيها، ونخلو العجينة تاعنا تريح واحد النص ساعة بجهة. بالنسبة للحشو تاع لي سوفلي تاعنا، انا هنايا قطعت حبة بصل وسكرفشت لها الثوم والطوماطيش تاع الحب، يعني واحد زوج حبات طوماطيش، والزيتون ضفت لها ايضا الزيتون قطعته وضفته لها. يعني الحشو يكون اختياري، وكان عندي صدر تاع دجاج باقي لي تقدري ديري طون، يعني الحشو اختياري مع كيما لاحظتوا مع الجبن المبشور. نجيبوا العجينه تاعنا نشكلوها حربوش بعد ما خليناها ريحت حوالي نص ساعه، يعني ضعف الحجم تاعها خمرت معانا. ونجو هنايا نقسموها كيما راكم تشوفوا. بعد ما قسمتها نسيي اني نشكلها ديبولات صغار متساويين، يعني عينك هي ميزانك. شوفوا وساعدي تساعدي روحك بالفرينه، بيسك العجينه نخلوها طريه شويه تلصق، يعني ما نخلوهاش يابسه باش يجونا لي سوفلي تاوعنا شابين، باش يجونا خفاف. وهنايا نجيبوا الحلال تاعنا ونبداو نحلو في العجينه نتاعنا لي بولات تاوعنا تاع العجينه اللي شكلناها، يعني وحليها يعني رقيقه ما ديريهاش خشينه. درت انايا الحشو تاعي تاع الطوماطيش وضفت له الدجاج تاعي اللي كان طايب معايا من قبل، وفتتو درت الفرماج. سيي انك تغلقي بصباحتك بهذا الطريقه، سيي هكذايا، يعني دوري العجينه بهذه الطريقه باش ما تتحلش معاك في الكوشه العجينه نتاعك تاع لي سوفلي. بهذه الطريقه سيي نغلقوهم بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت راكي شاعله الكوشه تاعك تسخن على 180 درجه. يعني الكميه اللي تكمليها ديريها ديريكتومون في الكوشه الطيب، ما نخلوهمش يختمروا باش يجوا معانا خفاف، ما نخلوش العجينه تزيد تخمر. الكميه اللي ديريها تكمليها ديريها في الكوشه.
شوفوا يعني العجينه تقعد تلصق وتعاوني روحك بالفرينه. ديري الفرينه لازم تكون العجينه طريه باش يجو خفاف معانا. ديري الحشو تاعك كاختياري، تقدري ديري دجاج، طون، فيونداشي كيما تحبي. يعني الحشو تاع العجينه يبقى اختياري. وديري الفرماج كما راكي تلاحظي. ونسيو انه نغرقوا العجينه هكذا بصبحتين، يعني تغلقي هكذا وتدوري كما راكي تلاحظي معنا باش ما تفتحش العجينه معك في الكوشه. كي ديريه يطيب كما قلت لك، يعني في هذا الوقت خلي الكوشه تاعك راهي تسخن. عمينا شوفوا كيفاش يجوا معنا. انا المجموعه الاولى كملتها، جبت صفار بيض، ضفت له شويه حليب وشويه خل، يعني الخل باه ينحي لنا ريحه البيض. ضفت له شويه خل باش نحو ريحه البيض. سي اني كامل ندير الحبات تاعنا تاع لي سوفلي كامل صفار البيض. بعد ما درت لهم صفار البيض ندير لهم الجلجلان. يعني التزيين يبقى اختياري، تقدر انك ديري حبه زيتون كيما يظهر لك ساندويتش على حساب المتوفر عندك الاخت. انايا درت الجلجلان كيما راكم تشوفوا. دوك نديرهم في الكوشه، نشعل لهم من التحت يطيبوا من التحت ومن بعد من الفوق. يعني ياخذوا معك واحد ربع ساعه حتى ل20 دقيقه، من 15 دقيقه حتى ل20 دقيقه على حساب الكوشه نتاعك. وفي الاخير هامينا لي سوفلي تاعنا واجدين معانا. شوفوا كيفاش يجوا معانا، يجوا خفاف، يجوا خفاف، شوفوا ما يجوش معجنين من الداخل. شوفوا كيفاش يجوا، شوفوا كيفاش يجوا معانا. تجي العجينه تاعهم خفيفه. شوفوا كيفاش يجوا. نتمنى من الاخوات انهم يجربوهم. وفي الاخير نتمنى انه الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال الاعجاب بتاعكم، وبصحة فطوركم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.